النهارده هنتعرف على الواجهة بعد ما عملنا import للصور بتاعتنا ونعمل شوية تعديلات بسيطة مش ادفانسد قوي، ونتعرف بيها على القائمة دي اول ما نضيف الصور بتاعتنا. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. بص يا معلم، هو اول ما تضيف الصور بتاعتك بيبقى شكلها عامل كده، ضغطت عليها بتبدأ تظهر في القائمة نيتف ديت. اي صورة هي بتبدأ تظهر هنا في القائمة ديت. بعد كده لو انت حابب تعرف الاعدادات الاكتر، في مثلا عندك هنا كوليكشن هنا عندك تقدر مثلا تحدد تكريت كوليكشن. كليك يمين هنا بعد ما تفتح هنا كريت كوليكشن. مثلا جبل مثلا، تك كريت ظهرت معايا فولدر اسمه جبل. تمام، انا مثلا هروح على سمارت كوليكشن واقول له يا معلم حط لي ده، واتك كنترول من الكيبورد وده وده، حطهم لي في كلمة جبل. بقى عندي 3 صور، اتك على جبل، بص 3 صور بتوعي اللي في كلمة جبل. خلاص، عايز اخليهم يظهروا كلهم مع بعض، اتك على سمارت كوليكشن. ده بالنسبة لو انت عايز تقسم الصور عشان توصل لها بسرعة، وتحدد الصور. مثلا لو انت بتصور فرح، فمثلا دي الصور اللي في القاعة، دي الصور اللي بره القاعة، هكذا يعني. عندك حاجة تانية برضو حلوة قوي، وهي انك لما تضغط على الصورة تظهر لك شوية اعدادات ليها كده جميلة قوي. لو انت اللي مصور الصورة ديت منزلها من الكاميرا على على اللايت روم، على طول هيظهر لك هنا الايزو، وهيظهر لك العدسة، فتحة العدسة، وكل تفاصيل الصورة اكتر من كده يعني. بس هنا بنظهر معانا شوية كده الوان، هتبقى انت مش فاهم منهم حاجة، بس معنى ان الالوان واصلة لحد الاخر فوق كده، معنى ان الشادو مش مظبوط فيها، والاضاءة مش مظبوطة. بس هنا بقى بيدينا شوية اعدادات جميلة قوي. لو انت مثلا الصورة مثلا عايز تعمل فيها شوية اعدادات سريعة وتطلع، يعني مش تعمل فيها شغل ادفانسد، فانا مثلا عشان نبين معانا، اتك على الصورة دي ضغطتين كبرت معايا. هو هنا بيديني شوية ايه، بريسيتس بريسيتس جاهزة. يعني مثلا لو كولر، لو انا مثلا عايز اخليه نيت، بص شوية اعدادات جاهزة تقدر تتك عليهم او تستخدمهم. بلاك اند وايت مثلا، ابيض واسود، اي حاجة انت عايز تخليها هتقدر. المهم يعني، بعد كده بيقولك الوايت بالانس. هنا برضو بيديك شوية اعدادات، بس احسن اعداد ليهم اس شوت. تمام، هنا برضو بقى تقدر تعمل شوية اعدادات في الصورة كده ايه، بسيطة كده سريعة. التنت هنا برضو تقدر تعليه وتوطيه زي ما انت عايز، حسب الصورة من اللي معانا. بعد كده هنا مثلا التون تقدر تخليه اوتو تون، يظبط ويعدل شوية الالوان والاضاءة. انا مثلا لا يا عم، انا هعدلها بايدي اهوت. مثلا الوضوح في الصورة، تشبع الالوان، اقدر العب في الاكسبوشر هنا زي ما انا عايز، اقدر العب في الكلاريتي، في الفايبرنس، اقدر اظبطها حسب ما انا عايز. ولو انا كل ده مش عاجبني وكل ده مش مظبوط، ممكن اعمل ريسيت اول، خلاص رجع كل حاجة لطبيعتها. كده عرفنا الكويك ديفلوب تعمل ايه. بعد كده هنا الكي ووردز، اقدر اضيف كي ووردز بحيث ان انا لو رفعت الصورة ديت على اي منصة اجتماعية او سوشيال ميديا، الكي ووردز ديت هتقدر تخلي العام، يعني مثلا اللي عايز يتفرج على صور مثلا رسام مثلا يقدر يوصل لها بسرعة. يعني ما اكتب مثلا رسام مثلا، تك اندر، اقدر مثلا اخليه مثلا كراسة. اقدر اضيف كي ووردز بتقدر تظهر معايا ايه هنا، واحفظ الكي ووردز ديت بحيث انها تتحفظ في الديتيلز بتاعه الصورة او تفاصيل الصورة، بحيث ان انا لو رفعتها على اي منصة اجتماعية يقدر اي حد يوصل لها، او حتى احفظ حقوق الملكية بتاعتي. هنا بقى الكيوردز ليست، بعد ما انا ضفت الكيوردز بتاعتي اقدر هنا اعمل لها علامة صح اخليها تظهر معايا او لا. هنا الميتا داتا، الميتا داتا هنا بيديك شوية تفاصيل عن الصورة، وانت لو عايز تضيف تفاصيل زي مثلا الاسم بتاعها، عايز تعدل عليه، عايز تضيف عنوان، عايز تضيف كابشن، الكوبي رايت لمثلا اسلام مندو مثلا،
كل تفاصيل الصورة هنا تقدر تضيف لوكيشن، كل حاجة في الميتا داتا. وهنا الكومنتس لو في اي مشاكل معاك. نيجي هنا بقى لحاجة اسمها نيجي هنا لحاجة اسمها ريت. تقدر تعمل ريت للصورة بتاعتك، وبعد كده تعمل لها فلتر بحيث انك تخلي مثلا انا عملت ديت نجمتين، ومثلا عملت دي 5 نجوم، ودي 3 نجوم. يعني حسب انا صورت كذا لقطة من صورة معينة، وفضلت اقسمهم لحد ما ايه، عرفت ان ديت مثلا واخدة 5 نجوم، فاقول له ايه، فلتر لي مثلا ايه، خلي كل 5 نجوم بس ظهر لي ديت، خلي ال3 نجوم بس ظهر لي دولت. فده نوع من انواع الفلتر برضو. فتعالوا نلغي موضوع النجوم ده. هنا دي تقدر تعمل مثلا على الوش بتاع شخص مثلا معين. دي مثلا تقدر تعمل مثلا على وش شخص معين، وايه تكتب مثلا اسمه مثلا. والقائمة دي معانا تقدر تعلم على وش الشخص اللي في الصور وتكتب اسمه، عشان لو عايز تعمل فلتر بعد كده باسمه تقدر. الصور اللي فيها مثلا ماندو بس، اللي بعدها بتقدر تعمل روتيشن للصورة براحتك، شمال او يمين. تمام. وعرفنا النجوم دي بتعمل ايه، وعرفنا دولت التقسيمات اللي بيظهر بيها الصور بتاعتنا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتكمل كورس الادوبي لايت روم معايا لانك هتحترف فيه. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو. احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.